السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم ميس لمياء شلتوت. في الفيديو النهاردة هنعمل حاجة مختلفة شوية، حاجة كده جديدة. احنا طول عمرنا بناخد كل درس لوحده. يعني مثلا اليونت 1 فيها مثلا 3 دروس، فبناخد مثلا الدرس الاول lesson 1، بعد كده ناخد lesson 2، نقعد نقلب بقى lesson 3. لا، لو انا ابني يعني حلو كده ما شاء الله عليه في الانجليش، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح اخد الفيديو اللي عند ميس لمياء على قناتها اللي بيتكلم على كل حاجه كانت موجوده في يونت 1 على طول كده. فهلاقي ايه؟ هلاقي اول حاجه في الفوكابز اللي هي الكلمات، وهلاقيها حبه صغيرين. وبعد كده هلاقي الجرامر بتاعنا برضو هلاقيه حاجه صغيره، وكده ابقى انا وفرت على نفسي وقت. وانا ابني امكانياته كويسه في الانجليش وعايزه اجري بيه شويه، عايزه ادخل على كونكت بلس، او عايزه اعمل حاجات تانية جديده تعلم من مهاراته في الانجليش. فالفيديوهات دي مهم حلوه جدا لولي الامر اللي ابنه مستواه يعني حلو انترميديت كده، متوسط، كويس في الانجليش، تشتغل على الفيديوز دي. طب النهارده احنا هنتكلم على كل حاجه كانت موجوده في يونت 1 في فيديو واحد. تمام. اول حاجه هاخد الفوكابلري. عندي اول كلمه هي كلمه يسلم على حد او يهز ايده لما يجي يسلم. الحرفين اللي هم اس اتش بننطقهم ش، فهنا هقول شيك، وطبعا الاي في الاخر لا تنطق. شيك هاندز. اس البلورال او اس الجمع اللي في الاخر، لان انا عندي اكتر من ايد فبقول هاندز. شيك هاندز. لو عايزه اقول لحد مع السلامه فبقول له جود باي، والاي في الاخر لا تنطق، ما عدا شويه كلمات بنطق فيهم الاي في الاخر، مش في حصتنا النهارده. بعد كده اهلا بقول له هلو. كلمه يلعب يعني play. الاي ساوند، الاي مع الواي في الاخر بنطقها اي تبقى play. يفتح يعني او، وعندنا كلمة pen قلم جاف نحطها مع بعض تبقى open. وعكسها او الopposite بتاعها هو كلمة يقفل، واللي هي كلمة close. الاس ساوند هنا مش هنطقها لا، هنطقها ز زي حرف الزد. close. والاي في الاخر لا تنطق. ده كان الصف الاول من الكلمات. نروح عند الصف الثاني من الكلمات، واللي هو كل الكلمات اللي بتبدا بالب ساوند مش هنطلع فيها هوا، هنقفل بقنا ب. اول كلمه وهي كلمه باج شنطه. كتاب يعني بوك كتاب. باص الاه ساوند هو اللي في النص، باص اتوبيس. قلم رصاص، مش قلم رصاص، ده ايه بقى؟ لون الازرق. يبقى تمام كده، ده مش قلم، ده بيقول لي فيها اللون ده لونه ازرق. يبقى ازرق يعني ايه؟ بلو. النحله اسمها بي، وعشان هي دايما مشغوله فهقولها بز. يبقى الاس هنا برضو انطقها ز بازي بي. ودي كده كانت الفوكابلري او الكلمات اللي موجوده في يونت 1 كلها. هم دول بس. هندخل بعد كده على الجرامر. هو مش بالظبط جرامر يعني او قواعد، ولكن هو بيعرفك ازاي تسال على اسم اي حد، وازاي تجاوب لو انت حد سالك على اسمك بالانجلش. كل ده بالانجلش. فاول حاجه بنسالها ما اسمك. عندنا لازم نعرف ابنائنا ادوات الاستفهام زي كلمه وات. بص كده عليها. طبعا الوه تقول للاتش اسكتي. مين بيحضر معانا فيديوهات وبيتفرج عليها؟ الوه تقول للاتش اسكتي، فمش هنطق الها ساوند ده، مش هننطقه. لا مش هننطقه. يبقى واتس. يو مش هنطق الاه ساوند، لا مش هنطقه. what's your name. الاي في الاخر مش بننطقها، بس بتساعد صاحبتها الشقيه دي ان هي تقول اسمها اي. يبقى name.
what's your name. قول معايا تاني what's your name. again آخر مرة what's your name. what's your name what's your name what's your name يعني ما اسمك. طب لو حد سألني وقال لي what's your name أنا رد أقول له إيه؟ هقول له ممكن تقول I am ممكن تقول بس في الأول أنت كده في الأول نقول I am علي I am منى I am أحمد أي اسم. يبقى هنا الولد ده هيسأل البنوتة يقول لها what's your name راحت رد عليه هي وقايله له I am أميرة مي الايه ساوند اللي بيعيط اهو الايه ساوند أميرة. ونعلم اولادنا يستهجوا الكلمه، بلاش تقولي الكلمه وهو يقولها وراك وخلاص، علمه ازاي يستهجاها، ده هيساعدك انت ويريحك بعدين كولي امر. يبقى I am أميرة. نيجي هنا life skills، مش مهم ان هو يكون قاري دي. let's make friends يلا نصنع اصدقاء. طب ممكن نعرفه الجمله دي تمام حلوه، يبقى let's ونعرفه ان let's معناها هي بينا هيحتاجها، يبقى let's يعني يلا بينا. let's وراها حاجه هنعملها، هنعمل ايه؟ make let's make يعني يكون او يصنع، يبقى let's make يلا نكون او يلا نصنع. فر مش هننطق الايه ساوند، لا هننطق الايه ساوند. friend يعني صديق. طب انا عندي 2 يبقى friends اس الجمع، friends اس البلورال، يبقى let's make friends يلا نصنع اصدقاء، يلا نكون اصدقاء. اول كلمه خدناها قلنا الاي ساوند، الاي والواي بننطقها اي يبقى play shake hands لسه قاريناها فوق shake hands. طب نيجي هنا، دي تعليمات بناخدها. لو التيتشر قالت لك ايه؟ قالت لك افتح الشنطه، هتقول لك ايه؟ هتقول لك open. طب نسهلها ازاي؟ نقول لاولادنا ان pen، انت عارف ان pen يعني قلم جاف، والاو ساوند معانا يبقى open. افصلها الاول open وبعدين تقول له open. your حاجه ملكك، حاجه بتاعتك. open your bag. طب افتح الشنطه. طب عكسها بقى، بتقفل الشنطة بتقفلها، يبقى close your bag. نفس الجملة، الفرق بينها هي كلمة open يفتح، close يقفل، نفس الجملة او نفس الانستراكشن التعليمات اللي خدوها، بس ده بيفتح open ودي close بتقفل. حلو قوي في كتاب المعاصر المره دي ان هو عامل لنا حاجه بحبها قوي. التمرين ده سهل والتمرين ده كمان سهل والتمارين كلها سهله. انا بحب بقى التمرين بتاع read and order يعني اقرا ورتب. حلو كمان ان هو عاطينا يلخبط الجمله ويخلي الطالب هو يرتبها ويعلم مهاراته في الجمل. اشوفكم بقى الفيديو جاي ان شاء الله مع كلمات يونت 2. باي.